اهلا وسهلا. بما انه بما انه الامطار وقفت او خفت كثير عن مراد، ايش فيك انت مراد؟ جيب هنا. والله انك انت تبغى تنضرب شكلك، ها؟ انا الولد هذا الله يصلحه بس زي لما كنت صغير، عشان كذا ما اقدر الومه. زي المهم، بما انه الامطار خفت كثير فقلنا ايش، ناخذ بكم لفه كده يا اخوان، اوريكم المناطق اللي منسوب المياه فيها عالي جدا. وقبل ما نروح لازم ايش، ناخذ احتياطاتنا، نلبس لبسنا، لبس المطر. وقف كثير والله يا اخوان، 4 ايام متواصله الامطار على مدار الساعه. يعني الامطار بدات لها فتره، لكن اقول لكم ال4 ايام هذه كانت على مدار الساعه يا اخوان، ما توقف ما توقف ما توقف. فنقول بسم الله، ننطلق معاكم نوريكم بعض الأماكن المنكوبة المتضررة، عسى الله يعوضهم ويكون في عونهم يا إخوان. والله يا إخوان يعني بعض الأمور إن الواحد الحمد لله، أنا بيتي وأهلي أمورنا طيبة وبيوتنا يعني ما انضرت ولا عليها أي ضرر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. لكن في ناس بيوتها انضرت، لكن الحمد لله حالات وفيات اللهم لك الحمد ما في، لكن بيوتها انضرت وغرقت ومنسوب المياه ارتفع عندهم جدا عالي. ف ندعي لهم يا اخوان، والله ندعي لهم ان الله يا رب يكون في عونهم ويعوضهم خير يا رب العالمين. اي والله، لانه ترى الشيء صعب، يعني الواحد بس شوية موية كده في بيته خلاص ما يقدر يقعد، فما بالكم بالايام، فما بالكم البيت نص البيت قفل يا ولد، انا قاعد فما بالكم نص البيت غرقان. فمن جد الوضع جدا 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 يعني محزن صراحة، لكن عسى الله يعوضهم يا رب، وربنا ان شاء الله يا رب يكون في عونهم ويجعل امطار خير وبركة، واللهم صيبا نافعا يا رب. كده تقريبا نقول خلاص جهزنا والامور طيبة ان شاء الله. خلينا نطيق معاكم. انا عندي الدباب ده حنوريكم. والله العظيم، يا سلام يا سلام. ايوه كده يا سلام. يلا تعالوا معي ننطلق. انا عندي الكاميرا طبعا زي ما قلت لكم كاميرتي ضد المويه، فنخرج نقول بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نعوذ بك ان نضل او نضل او نزل او نزل او نظلم او نظلم او نجهل ونجعل علينا. هذا الدباب. انا كنت اضحك اقول لكم انه عندي دباب هذا، تمام. اللهم لك الحمد عندنا عدة دبابات، لكن هذا الدباب العشق هذا انا مسميه ايش مسميه؟ فزعان مسميه انا يا اخوان. هذا دباب يا اخوان، اعرفكم على دبابي فزعان. ليش سميته فزعان؟ لانه بيفزع لي في كل الامور، في جميع الامور، يعني انا يوميا اغراضي اشيائي مقاضي مدري كله بالدباب هذا فزعان، فاعرفكم عليه. سلم عليه يا فزعان. اهلا وسهلا. يلا ننطلق. زي ما قلت لكم خف كثير المطر، فاللهم لك الحمد. نروح معلش الله يكرمكم، هنا زباله بس خلينا اوريكم من هذا الجايه. شوفوا كيف الاجواء، والله مطر على مدار الساعه، سبحان الله امطار على مدار الساعه. فنروح على اماكن اللي صار فيها فيضانات اوريكم. طبعا بحاول اجيب لكم مقاطع المناطق اللي مره منكوبه زي هنجاي. السنه هذه يقول لك ما قد منطقه هنجاي في جنوب تايلاند، الناس اللي يعرفوا اللي يسموها بانكوك المصغره، العاصمه المصغره هنجاي. هنجاي يا اخوان منطقة ما قد يعني سبحان الله جاتها فيضانات واشياء زي كذا، لكن السنة هذه سبحان الله من ضمن المناطق اللي اتنكبت هنجاي. فانا بحاول اوريكم المقاطع، لكن انا حاليا اصور لكم المقاطع اللي عندنا القريبة من عندي هنا، وخلوكم معايا. والله بالقوة اشتغل يا اخوان، مكربن زي رعي، بالقوة اشتغل، لكن ما يخيب ظني، دائما فزعان والله ما يخيب ظني، دائما ابغاه احصله في الوقت المناسب. امس في السناب اللي ما عنده سنابي، احط لكم سنابي هنا ايوه. امس وصورت في سنابي، طبعا اللي ما عنده سنابي يضيف، لانه في اشياء حصريه كذا انزلها في السناب. اتبنشر عليه الكفر، والله امس صورت لكم خشيت في وسط الفيضانات وتبنشر عليه الكفر، وصلحت باخوان بريالين. طلع في تنسيمه عند السبابه هذه،
شايفين اوريكم السبابه. ايوه انا عندي السبابه هذه، فصلحت ب20 بات كذا، سوالي غرة كذا وحط لي ماده ما ادري ايش، والامور طيبه. خلينا نشيك. لا الامور طيبه ما شاء الله. شوفوا الشفر الثاني، يا سلام الامور طيبه. فك الباب عشان ننطلق، نقول بسم الله توكلنا على الله. فنسخن الدباب. انا عندي الدباب قديم كالبريتر التسعينات، فلازم يتسخن قبل ما يروح، لانه اذا اشغله واروح على طول تحس انه بيطفي. هذا اصحاب الدبابات القديمه يعرفوا الشيء هذا، خصوصا ايام البرد. فزعان. ما شاء الله تبارك الله من الوحش. ان شاء الله انا لسه قاعد ارتب البيت شويه. والله في مقطع انا سويته راح انزله بنفسي بيدي بكفي، والله راح انزله ان شاء الله بس باذن الله تعالى. اسمع الكلام مراد. Nanti baba kelip baba bawa pergi Khuya. Kita pergi musing. Nanti dulu. سك الباب. واللي مضارب والله يا اخوان. السلام عليكم. اعرفكم بنفسي متابعين الجدد، معكم حلمي ابو مهند او عبد الحليم ابو مهند، من مواليد السعوديه، مواليد مكه تحديدا. اقدم يوميات، فلوقات كذا على خفيف. تمام. اذا حاب انك انت يعني تنضم لعائله المبتسمين الله يحييك، اضغط لايك واضغط اشتراك، اشترك، تشرفنا وتنورنا. الله يسعدكم. يلا ننطلق. يلا سلام. طبعا اول منطقه حروحها اللي هي قريبه من بيتنا، برضو تحصل فيها فيضانات وتحصل فيها منسوب المياه مره عالي جدا. فبنروح نشوف هناك. انا ما قد رحت شوف صراحه هناك، فخلينا نروح نشوف معاكم ونرجع لكم. الحلو في الموضوع انه والله استغليت الموقف، لانه خف المطر كثير على الايام اللي راحت، فقلت خليني اخرج اصور لكم واوريكم فيضانات جنوب تايلاند. يلا خلوكم معنا. naik ke Reno? Mayo. يا والله شوف يقول لي ما تقدر تروح، المويه فاضت مره. خلينا نروح نشوف بس اوريكم من بعيد. انا طبعا راح اصور الشيء اللي اقدر عليه. اكيد انه والله انا يعتبر انا مغامر، يعني بغامر في الموضوع، لانه تعرف في الايام هذه ما حد يخرج وخطر، فاهم؟ لا سمح الله المويه تجرك فتروح فيها. فالواحد شوف والله من هنا باين اصلا. شوفها. فخلونا بس اوريكم بس كده من بعيد، يعني انا اخش الين المكان اللي اقدر اروحه. تمام. اللي اقدر اوصل له، وبعدها اتراجع، يعني ارجع من نفس المكان اللي جيت منه، او انه اروح من الجهه الثانيه. اهم شيء انه لا اورط نفسي في الموضوع. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم. دحين اوريكم. طبعا هنا الين دحين الامور طيبه. شوف منسوب المياه مره ارتفع. يا الله. المكان اللي انا دائما اجيه واحبه اتحول لبركه مياه، اتحول لبحر والله يا اخوان، اتحول لبحر. خلينا بس اوقف ان شاء الله انه يكون الموضوع واضح قدامكم. يا الله يا الله يا الله. شوفوا زي ما انتم شايفين يا اخوان. طبعا خلاص ما حد يقدر يمر، ممنوع المرور. يا ربي يا كريم. اللهم الطف بحال المسلمين يا كريم. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا الخط كان، فزي ما انتم شايفين اتملت مويه بسبب الامطار. 4 ايام ما وقفت الامطار يا اخوان. كيف؟ اعذرونا يعني اذا كان الصوره ما هي واضحه والمقطع ما هو واضح، لانه تعرفوا مع المطر فبيغطي على العدسه. شوف كيف تحول لبحر، والله تحول لبحر. هذا كانت منطقه منخفضه يعني ما هي. اشوف. يلا هذا المكان الاول، خلينا نروح المكان الثاني. من الايجابيات في المواضيع اللي زي كذا انه منسوب المياه اذا ارتفع الصيادين او الناس الهاويين يستغلوا الموضوع يصيدوا سمك. فالرجال راح ايش يلقي الشبكه، شباكه ما ادري ايش يسموه، المهم الشبك هذا حق الصيد. والله يا اخوان نسينا الموضوع خلاص. فبيروح يشوف مكان حلو ويلقي الشبك عشان ايش يجي بعد شو اسمه كم ساعه يشوف اذا في خير وصيد ولا لا. يلا نوريكم المكان الثاني يا اخوان. اذا منسوب المياه يرتفع
فايش تسوي المويه او ايش تسوي او ايش تسوي المياه هذه؟ تخرج على بيوت الناس. فهذه بيوت الناس يعني، شوف زي ما انتم شايفين هذه بيوت الناس، فبيوتهم الله يعوضهم تقريبا عند القدم يعني، تقريبا يعني لين هنا الله يكرمكم. فشوفوا ومن الايجابيات كمان يقول لك لا تنظر الى الجانب الفارغ في الكاس، انظر في الجانب الممتلئ. الجانب الممتلئ اخوان قاعدين يلعبوا شو اسمه ده بالقارب، لانه خلاص مويه صار زي النهر او زي البحر. يلا ننطلق للمنطقه الثالثه. طبعا في الاوقات هذه لانه تعرف بس يوقف المطر شويه الناس تخرج تتقضى، لانه خلاص اضربوا حساب الاكل وهذا عارفين يعني، احيانا يقعدوا لك بالساعات يوم كامل ما يخرجوا من بيوتهم، فتلقاهم يخرجوا لما يشوف المطر شويه وقف يخرجوا عشان يتقضوا مقاضي البيت وكذا، عشان خلاص ما يضطروا من يخرجوا في اوقات المطر القويه. فالله يعوضهم يعني. احنا هذا عندنا موسم مره في السنه نقدر نقول، ثاني مره كان الامور طيب. حسب انه بنشر علي والله شكله بنشر. زي ما قلت لكم شوف الناس تخرج تتقضى. شكلي حطلع ثاني ب20 بال. خليني اوقف اشوف والله كانه بنشر عليه القمر. ما شاء الله تبارك الله، اللهم اجعل انبار خير وبركه. والله شوف انا مبسوط بالاجواء هذه وجدا سعيد، لكن انك انت تنبسط على حساب غيرك لا، ما هي حلوه. لانه في ناس منكوبه وفي ناس متضرره، فما هي حلوه، ما هي حلوه ابدا انك انت تكون سعيد ومبسوط وتضحك على اجواء في غيرك تعبان منها. فالله يعوضهم خير ويعوضهم خير ويجعل الامطار هذه ان شاء الله خير وبركه. شوفوا خلاص انا ما اقدر اروح اكثر من كذا، لانه كذا حضر نفسي وحضر الدباب. لانه شوف زي ما انتم شايفين منسوب المياه مره مرتفع هذا المكان، تقريبا اذا قربت انا حروح الين المكان اللي خلاص احس نفسي ما ادري بشوف الكفر. خلينا اوقف شويه بس احس انه الكفر ما ادري والله، لكن بوقف اشوف. والله فزعان. لا الامور طيبه الحمد لله. يمكن كان دوبه عشان المويه والمطبات. لا طيب يلا خلينا نروح. فزعان اليوم بطران. يلا قول بسم الله. ليش انا احب فزعان؟ اقدر اسوق بيد واحده، عشيري ما اقدر اسوق بيد واحده لانه تعشيق. فزعان لا بيد واحده اسوق. المهم خلونا خرجنا عن الموضوع. المطر بدأ يشد يا اخوان. انا حروح لين المكان اللي خلاص احس نفسي خلاص ما اقدر اتراجع. فالناس مضطرين عاد، اللي مضطر بيوته هناك لازم يخرج لازم يروح، عاد ايش يسوي لانه مضطر. فخلينا نقرب نشوف الوضع الحاصل. عسى الله يعوض يا رب كل مضطر الخيرات الدنيا والاخره يا رب. يلا شوفوا زي ما انتم شايفين طبعا هذا مجرى، شوفوا كيف ممتلئ خلاص الين الشارع. شوفوا شايفين كيف يعني. انا والله قاعد اغامر لانه دبابي هذا كالبريتر ما ينفع. اغلب الناس اللي يفهموا الدبابات الكالبريتر ما ينفع انك انت تخش فيها في مويه عاليه، اما البقاقات يعني ها اهون وافضل يعني. لكن يلا عشانكم نغامر عشان المحتوى. من زمان ما نزلت لكم شيء، فقلت انزل لكم حاجه ترند، حاجه واقعيه وجاريه في الوقت الحالي. فزي ما انتم شايفين بانكوك في بعض المناطق غرقت، وهنجاي حاليا عندنا. شوفوا كيف منسوب المياه جدا عالي مرتفع، الله يستر علينا يا رب. زي ما انتم شايفين طبعا هذه المنطقه اللي دائما منسوب المياه مرتفع، والناس اللي الله يعوضهم تتورط وتتنكب في هذا المكان، في هذا الموقع اللي هو منطقة شماعة. وانا بحاول اقرب كمان اكثر. في ناس طلع سياراتها فوق الشارع، لانه ايش زي ما انتم عارفين منطقتهم خلاص غرقانة، فبيلحقوا يعني الشيء اللي يقدروا يلحقوه يعني زي سياراتهم اشياءهم الثمينة يطلعوها برا، على قولهم ينقذوا ما يمكن ينقذوا.
فانك انت يعني اشياء تقدر تحافظ عليها تحافظ عليها. شوف هذول كلهم خارجين سياراتهم، والحكومه طبعا ما قصرت جايبه المظلات هذه لانه الناس تقدر تجلس فيها وتنام فيها وتبات فيها، الله يجزاهم خير. وفي بعض المحلات ما فاكين ابوابها على اساس انه الناس تقعد فيها، لانه في ناس بيوتها تضررت هناك ومنسوب المياه ارتفع جدا. فانا بحاول دحين اوريكم قد ما اقدر. والمظلات هذه زي ما انتم شايفين، شو هذه المظله برضو اللهم صل على سيدنا محمد، لا اله الا الله. زي ما قلت لكم الناس المنكوبه تطلع وتقعد هنا مؤقتا الين ما تتحسن الاوضاع وترجع بيوتها ان شاء الله، يرجعوا بيوتهم سالمين غانمين ويعوضهم عوض الدنيا والاخره يا رب العالمين، خير الدنيا والاخره. زي ما انتم شايفين الناس اللي ما يقدروا يعني بيوتهم مره منكوبه تلقاهم يطلعوا علينا. فزي ما انتم شايفين هذه الحكومه موفرت لهم ولا البلديه نفسها، فشو اغلب السيارات برا زي ما انتم شايفين. لا لكن السنه هذه اهون بكثير من العام، والله العام كان الوضع خطير جدا ويعني بمراحل اخطر من الايام هذه بمراحل، لكن الحمد لله الايام هذه افضل شوي، وربنا ان شاء الله يا رب يكتب اجرهم وعلى صبرهم وعلى نكبتهم ويعوضهم عوض الخير في الدنيا والاخره يا رب. دعواتكم يا اخوان، انا بنزلكم المقطع خلال الايام هذه ان شاء الله. شوف زي ما انتم شايفين اغلب الناس، وفي ناس ما شاء الله تبارك الله يعني منقذين نقدر نقول عليهم، متطوعين في الانقاذ. انا بحاول اخش هناك المنطقه. شوفوا كيف شايفين اليوم خفت المويه شويه، لكن شوفوا هناك جوا شايفين والله شيء محزن بكل امانه. شوف الناس هنا اللي ما هم قادرين. هذا المنطقه اللي دائما اوريكم يا لطيف زي ما انتم شايفين. شوف هذه السنه اللي راحت اقول لكم والله لين ما خرجت المويه هنا على الشارع العام، اي والله اني صادق. لكن السنه هذه اهون بكثير، وعد الناس اللي شويه ما قدروا واتنكبوا يخرجوا برا هنا والله يصبرهم ويكتب اجرهم يا رب. بحاول انا اقدمكم كمان قدام بشوف الوضع. معليش يعني اذا كان الفلوق طويل المقطع طويل، لكن والله يا اخوان للفائده، يعني انه تشوفوا الشيء الحاصل وكل سنه بتحصل يعني. خلينا اروح عند واحد هنا صاحبنا اذا كان موجود عاد يعطيكم معلومات اكثر عن المنطقه. صاحبنا وعزيز علينا. شوفوا فين منطقته، فين حارته. توقع هنا. خلينا اقفل بس عشان البطاريه. Siapa mau abu jilo boleh masuk tak? Boleh. Jilo ada. Lumayan lah. Situ Pak Kedah tu. Nanti nak tengok kereta ni. Nanti kereta. Baru عند صاحبنا انا بشوف كيف. Asal tak boleh. Pasal tak boleh dengan mutu ni mutu dulu. tinggi lah apa. ما اقدر اخش والله. شوف برضو عالية لانه لا غامر. انا كنت بروح عند واحد هنا. لا نعم ما apa mutu tak basah. لا والله عالي والله عالي ما اقدر. انا من النوع يا عمي الواحد برضو يعني، لكن ما هو عالي مرة. ايش رايكم تنصحوني امشي؟ تنصحوني اخش؟ والله مو هذاك اللي مرة، بس والله الواحد متخوف لا يتعطل على الدباب. بس اروح مشي بس شكلي. دقيقة بس خلينا ناخذ مفتاح الدباب واروح مشي عند ابو دحمي. خلينا ناخذ علوم المكان لانه هو في نفس المنطقة. يلا طبعا هخش مشي يا اخوان. بسم الله. الامور طيبة ان شاء الله يا اخوان. والله اقول لكم العام والله زي كذا غريق والله. تحول المكان هذا زي البحر اقسم بالله. تملى المكان هذا كامل، والناس قاعدة تقضي حواجها بالقارب. الحكومة جابت لهم قوارب، وفرت لهم قوارب، ورايحين جايين بالقوارب في هذه المنطقة. هذا الكلام العام.
شوف منسوب المياه. والله طيب بني ماجد الدباب، والله طيب بني ماجد الدباب. عارفين ليش؟ لانه كذا راح اخرب الدباب. انا الدباب عندي كالبريتر، واذا خش المويه فيه خلاص راح يقعد يكربل لي ويصير لي فيلم. فقلت ايش، خلينا اروح مشي بس احسن عند ابو دحمي، ان شاء الله انه موجود. شوف هذا دباب جديد فالامور طيبه. تعبوا. شوف الدبابات الجديده اهم شيء لا يخش المويه في نفس الشكمان. انا عندي منخفض الدباب قديم فزعان خلاص. ها اللي يقول لك فزعان يرد علي يدوبه يقول لي ما حد ياخذ زمن غيره. فقلنا خلاص وقفناه هناك وجينا هنا مشي. بس وريتكم شوف هنا زي كده عادي كنت خشيت، لكن دوبوا والله لا. خلينا نروح نشوف الوضع. الله يعوضهم خير يا رب. والله للاسف شكله مو موجود. دقيت هذا البيت اللي ورايا، حاولت اني ادق عليه ما رد، ودقيت عليه الباب برضه ما حد فتح. الظاهر انهم ما موجودين وانهم نايمين، فما حبيت اني ازعجهم. ان شاء الله اجي في يوم ثاني ان شاء الله. اذا حبيت المحتوى هذا اليوم وبتشوفوا ان شاء الله اشياء كمان، احاول والله اني انا ودي اني اروح اماكن بعيده، بس انا عندي سياره منخفضه. كل السيارات عندي منخفضه، الباصه شويه مرتفع بس برضه. فاذا عندي سياره عاليه زي شو يسموه هذا ال4 باي 4 هذا يكون مرتفع، والله كنت تبشروا، كنت اوديكم واوريكم والله. لكن للاسف الشديد عاد امر الله وشق القربه. صح ولا غلط الله اعلم. المهم فنختم بالمقطع اليوم ما شاء الله تبارك الله اهون بكثير من الايام اللي راحت. شوفوا رايح جاي، امس اقول لكم خرجت بالدباب شويه بس النب والله ما قدرت، رجعت مطر. فاليوم الوضع افضل بكثير يا اخوان الحمد لله. يعني شوف وقف المطر يعتبر. شوف الرجال هذا ما شاء الله. السلام عليكم. اموره طيبه يا سلام. لكن انا لا، دبابي ذاك والله ما بدي اغامر. عبه ذا فزعان ذا، والله فزعان مستحيل اني اغامر بيه. صح انكم غالين عليه متابعين، بس والله فزعان برضو يا غالي. اكيد اني ما راح اغامر بيكم ولا راح اغامر بيه، كلكم غالين. فالامور طيبه يا اخوان الحمد لله. ابشركم اللهم لك الحمد لين دحين ما سمعنا باي حالات وفيات. يعني اغلب الشيء اللي احنا سمعناه اماكن انضرت، سيارات انضرت، بيوت غرقانه، ولكن ارواح اللهم لك الحمد ما في الى الان. ما سمعنا خبر انه ناس ماتوا بسبب الفيضانات، وهذا اهم شيء. انه الارواح غاليه وما تعوض، لكن الاشياء الثانيه تعوض مثل السيارات والبيوت هذه كلها تعوض، لكن الارواح لا. فنسال الله يا رب انه يعوض الناس المتضررين خيرات الدنيا والآخرة، وإنهم يعطيهم الأجر يا رب بما صبروا، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو الكريم سبحانه. فهذه منطقة شماع يا إخوان، المنطقة اللي كل سنة تكون منكوبة، لكن الحمد لله السنة هذه أمورها طيبة وفي السليم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. لا تنسوا تسووا شيء طيب اخوان في يومكم، كونوا مبتسمين. والله والجو عالي حياة، والله إني مبسوط والجو عالي والحياة حلوة والله حياة. الله يعوضهم خير، الله يعوضهم خير يا رب العالمين. انقذوا ما يمكن انقاذه. هذول المنقذين يا اخوان.
اتوقع انه في بيوت هنا منضرة. خلينا بس اخذ لفة واشوف، لانه شايف ناس كده متطوعين لابسين اللبس حقهم. خلينا اشوف بس اوريهم. خلينا احاول اني انزل بعض. اوه هو ده اللي كنت اقول لكم عليه، انه في ناس متضررة جوا هناك، ففي متطوعين ما شاء الله. خلينا نروح عندهم شوية ان شاء الله انه البطارية تجمل. بس انا قبل اسبوع او اسبوعين كنت شاحن البطارية والامور طيبة، فتعرف انا في بالي انا خرجت في بالي انه البطارية مليانة، لان انا شحنت قبل اسبوعين تعرف، بس البطارية برضو تخلص حتى لو ما صورنا، فطبيعي يعني. خلينا نشوف هنا كيف الوضع. السلام عليكم. اوه والله في ناس متضررة. انا بس اخش اشوف. شوف الوضع، عشان كذا شايف متطوعين قاعدين هنا. اتاري انه الوضع يا اخوان الله يعوضهم خير. شوف ما شاء الله في ناس ما قصرت وقدمت مساعدات. شوف ما شاء الله تبارك الله. هذه السلام عليكم. طبعا هذول تايلنديين ما سلمت ما ردوا. فشوف هذه بعض المساعدات اللي الناس قدمتها للناس المتضررة جوا. تخدم القوارب عشان ايش؟ ينقذوا او يعطوا الناس المتضررة المؤونة. والله أنا إن شاء الله بإذن الله الأيام الجاية إذا كان الوضع لسه مستمر فبنقدم برضو بعض المساعدات باللي نقدر عليه. اللي حاب يشارك يضيف سنابي ويكلمني إن شاء الله، لكن لين دحين لسه ما بدأنا. طبعا إخواني اللي ما عنده خلفية وما عنده علم، ترى أنا من الناس اللهم لك الحمد ربي قدرني على إني دائما أقدم مبادرات خيرية نساعد الناس ونخدم الناس بالشيء اللي حنا نقدر عليه وبالشيء المستطاع، والأجر عند الله كبير بحول الله تعالى زي ما انتم شايفين ما شاء الله. السلام عليكم. ما كان عاي تاغون نو سيني Hanya sungguh kelip ni naik mula dah. ناي تاغون ني Sekarang kau. sekarang kau اوكي. ما شاء الله ما شاء الله. اوكي ما شاء الله ما شاء الله بيقدم. طبعا هذا شو اسمه مساعدات من الحكومة بتقدمها مجانا للبيوت المتضررة، والله يجزاهم ألف خير إن شاء الله يا رب. لا الحمد لله. أنا سألت الآدمية قالت لي لا المويه كان أرفع من كده بشوية بس مش مثل العام الحمد لله. ترى بيقدموا مساعدات للناس المتضررة يعني اللي بيوتها غرقانة، فالله يجزاهم خير ويكتب أجرهم إن شاء الله يا رب. السلام عليكم. Magang ay tahun ni ke tinggi lagi? Magang Tuang lagi. Hari ni tinggi sikit. Oh, masya-Allah. Tapi alhamdulillah tak sepotong pahala. دولي ها. العام غطى تقريبا غطى هذا، يعني انا يمكن اغرق غطى السور هذا، لكن تهوني الحمد لله ناس العام الحمد لله. حتى وجاي بلقي معي نموت على بولينا. اوكي terima kasih به. طبعا هذا احد سكان المكان القريه. والله لك الحمد اطمنا كذا والامور طيبه ان شاء الله. الحمد لله انه البطاريه جملت معانا. يا رب انه ايش انكم استفدتوا وقدرت اغطي لكم ولو شويه من المواقع المتضرره، المواقع اللي منسوب المياه فيها مرتفع. فالله يجزاه كل خير الناس القائمه بواجبها من ناحيه التبرعات ومن ناحيه الفزعات ومن ناحيه الخيرات، والكل ان شاء الله يا رب مكتوب اجره يا رب. يلا وسرينا سار الليل واحنا ما سرينا. يا الله كنت حافظ شيلات وكنت حافظ الله جيت هنا اللغة الجاوية طغت على لساني الله في كل شيء. والأسرة الله يحفظهم لي والعيال
يلا يا مبتسم كبرت والله يا مبتسم، والله كبرت يا مبتسم اقسم بالله. لكن الروح الشبابيه فيك يا فيك، فيك يا فيك. الحمد لله. وكذا استمتعنا ان شاء الله انكم استمتعتوا انتم معايا كمان. كان معكم راسلكم من فطاني حلمي. اسمع الطرب. روح يا مبتسم. ما شاء الله فزعة، اقسم بالله انك بطران، والله فزعان، والله فزعان، فزعان بتاع الفزعان. اي والله فزعان. يا سلام يا سلام. والله شدت المطر يا اخوان، شدت المطر. الحمد لله اني قدرت اصور لكم، الحمد لله. شدت. شوف هناك كيف سواد الليل. شدت يا اخوان، والله شدت. يا لطيف الطف بحالنا يا رب والمسلمين. أوه. في منطقة والله لسه بوريكم جنب البيت اللي هو خلف البيت، الشارع الجديد اللي سووه دحين ادخل لكم. دام انه لسه شغال بشغلكم. شغالين والله شغالين يا حياة. يا رب انه يجمل معايا البطارية بس. هذا الشارع الجديد اللي دائما اصور لكم فيه يا اخوان. الحمد لله خف المطر، فاللهم لك الحمد، الامور طيبة. انا انبسط لما اسمع انه في ناس عايشين ومبسوطين. صح انضرت شوية بيوتهم وسياراتهم، لكن امورهم طيبة وارواحهم طيبة، فنسأل الله لهم ان شاء الله يا رب الاجر والعوض الكبير. انا اوريكم هذا الشارع الجديد زي ما قلت لكم. دقيقة بس الحين اوريكم المنطقة اللي فيها مرة موية. هذه هي. المهم شوف. لا مو هنا. كمان قدام شوية، كمان قدام. والناس قاعدة تفرد شباكها يصيدوا اسماك. سبحان الله ايام الامطار السلام عليكم تحصل اسماك واشياء حلوة يعني. على قولهم خير. هذا هو المكان اللي قلت لكم عليه. الله ايش قاعدين يسووا هنا؟ دو كده ده. هذه المنطقة اللي احنا فيها اخوان. بيتي هناك الجهة الثانية هناك زي ما انتم شايفين، قاعدين يصيدوا يدوروا اسماك. شوفها بالسنارة والامور طيبة. انا اقرب منه، خلنا ناخذ منه العلم ما دام في بطارية للساعة. يا رب نستجيب بس. إيكي ada Ike. Assalamualaikum Ramadan. Ada Ike? Ada. Tak ada. Pas tak boleh skateboard lagi. Tak boleh. اوكي لسه يقول لك ما صار دوبا بادي. بس كذا ختمنا معاكم المنطقة حقتي. هذه منطقتي يا اخوان. اي شيء في البلدية، اي شيء في العقار، اي شيء في الاستثمار، اي شيء في هذا عندكم انا. امزح معكم اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. يا رب انكم استمتعتوا. عاد زي ما قلت لكم انشروا المقطع في كل مكان اذا عجبكم. تمام. المحتوى ده راح ادور لكم منطقة ثانية غير المنطقة اللي انا فيها ونشوف ونسمع اخبار. وان شاء الله انا بحاول اخذ من المتابعين المواليد اللي موجودين هنا بعض المقاطع واحاول اني انشر عندي في القناة ان شاء الله يا رب. والامور طيبة يا اخوان الحمد لله على كل حال وفي كل حال وفي كل حين. دائما يا اخوان عطروا لسانكم وكلامكم بذكر الله. اي والله. وصلوا على خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا بيتنا يا اخوان وهذه منطقتنا اللهم لك الحمد سليمة وكل شيء تمام. يا رب لك الحمد ولك الشكر يا رب. يلا السلام عليكم. وعدي قلت لكم اروح ايش اصور بعدين ارجع ناخذ لفة صح ولا لا؟ انا فنان ولا مو فنان؟ ايوه. البس مداسك يلا خلينا ناخذ. والله شوف البطارية 4% خلاص
خلينا ناخد بهم لفه ونرجع.